صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه اهل اخواتي؟ انا لسه جايبه من اخواتي من السوق، جايبه بصل، جايبه بصل ابيض وثوم، جايبه بتنجان، جايبه تونه للعشاء ان شاء الله، جايبه عيش، جايبه بطاطس وفلفل. انا بحب بقى في اي طبخه اعمل بصل ابيض مع البصل الابيض مع البصل الاحمر، اعملهم مع بعض، اقطعهم في الطبخ لان ده بيبقى فيه فايده وده فيه فايده. بحب اعمل الاتنين مع بعض لان بحب الفايدتين. طبعا جايبه توم، ده الكيلو ب 100 جنيه، ده 15 25 طبعا جايبه العيش، جايبه عيش هو ب 18، جايبه تونه 75، جايبه بتنجان اهو ب 10 جنيه. قولولي ايه رايكم في التنقيه بتاعتي؟ انا بحب اجيب بصل مش متقشر، مش باين منه القش من جوه، اللحم بتاعه من جوه اهو تمام التمام. الثوم اهو، ده بطاطس برضو اللي هي بتكون 25. لسه بقى هجيب حاجات تاني، طماطم وخيار وفلفل. هجيب هنزل بقى ان شاء الله، هجيب حاجة الشهر من فتح الله. بحب اجيب انا من فتح الله او من قطع فرد، ماشي، هو فتح الله بس. برضه بحب اجيب من برفيوم وبعض ساعات بحب بقى اجيب من زهران، عندنا احنا زهران، عندنا بن، يعني بعض ساعات، لكن اللي بحب اجيب منه حاجتي، بحب اجيب كل البهارات وحاجة الشهر هو فتح الله. يلا بقى لايك وسبسكرايب ومشاركة وفعلوا الجرس وعشان يوصلكوا كل جديد. المشاركة فين الاشتراك واللايك؟ عايزة اشوف الاشتراك واللايك، واكتبولي في الكومنتات انا كده صح ولا غلط، لان انا بحب المقاطعة. ودعواتنا لاخواتنا في غزة، بالله عليكم دعواتنا لاخواتنا في غزة، ولازم المقاطعة وثبات على المبدأ، ثبات على المبدأ. يلا لايك وسبسكرايب واشتراك ومشاركة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله.